السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير وبسعادة. عملنا مع بعض وصفات حلوة كتير ووجبات لذيذة جدا، واكيد جربتوها وعجبتكم. واي اكلة عشان تبقى حلوة معانا ولذيذة لازم نستخدم معاها نوع سمنة كويس. طب ايه رأيكم النهاردة بقى؟ احنا هنعمل النهاردة السمنة البلدي الفلاحي على اصولها وببلاش. ببلاش، ببلاش. بس خليكي معايا لاخر الفيديو وانت هتعرفي ازاي عملنا السمنة البلدي وببلاش. ولو اول مرة بتشوفيني وتشوفي قناتي، انا زينب، ودي قناتي بقدم فيها وصفات حلوة قوي وسهلة وموفرة. وان شاء الله تتفرجي على فيديو النهاردة وتعجبك الوصفة وتقومي تعمليها. بس ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. ويلا بينا نشوف النهاردة هنعمل ازاي السمنة البلدي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة. طيب تعالوا نشوف ازاي هنجيب القشطة البلدي دي. يا اما تشتريها من مكان مضمون لو ما بتستخدمي اللبن على طول، او انك بتغلي اللبن بالليل. يعني انا ساعات لما بيجيلي 2 كيلو لبن او 3 كيلو لبن بغليه بالليل وما بستخدمهوش خالص، وبسيبه للصبح في التلاجة. والصبح بشيل الوش من عليه وبحتفظ بيه زي ما شفتوا كده في علب في الفريزر. وكل ما بجمع شوية قشطة ببدأ اعمل السمنة البلدي. اهم حاجة لما نيجي نستخدم القشطة البلدي علشان نحولها لسمنة، لازم القشطة دي تكون ساقعة. ما ينفعش القشطة تكون بدرجة حرارة المطبخ، لا علشان هتبوظ. لازم تبقى ساقعة. وطبعا انا هنا نزلت كل القشطة اللي معايا في العجان زي ما شفت، وهبدأ اشغل العجان. والخلي بالنا كويس قوي ان العجان مش هسيبه شغال فترة طويلة. علشان احافظ على الحاجة لازم اشغلها 10 دقايق وافصل، 10 دقايق وافصل. ودلوقتي هنلاحظ معانا ان القشطة هنا بعد ما فضلت اضرب فيها شوية بدأت تتقل. وهنا في الجزء دوت لو هنلاحظ ان القشطة بدأت تفصل عن الشرش او الخض اللي هينزل من القشطة. طيب انا لو ما عنديش عجين مش هعمل سمنة بلدي بيتي، لا هنعمل يا اما تستخدمي المضرب العادي خالص، المضرب السلك، يا اما تستخدمي ايديكي. اي نعم هي هتاخد وقت معاكي شوية، ولكن برضو هتطلعي نفس النتيجة. او ان احنا تقدر تستخدمي في الخلاط وتحطي معاها مية ساقعة، بس هتحطي جزء جزء. طبعا مش هتقدري تحطي كل الكمية دي. وطبعا هنا قبل السمنة ما تفصل عن الخض اللي احنا شايفينه دوت، انا بضيف في الوقت ده شوية ملح. شوية الملح دي بتساعد ان انا اطلع الزبدة اخليها تفصل بسرعة، ما تاخدش وقت طويل. وادي السمنة اهي بعد ما سابت الشرش او فصلت عن الشرش، انا بورا زي ما بوريها لكم اهي. وطبعا لازم هنلمها بالطريقة دي وابدأ اعصرها او انزل كل الخض اللي احنا شايفينه ده كويس اوي، واغسلها في ميه ساقعه، ميه تكون بتلج. طيب الطريقه اللي بعض البياعين اللي ما عندهمش ضمير اللي بيغشوا بيها السمنه هي الجزئيه دي. يعني ايه الجزئيه دي؟ الجزئيه ديت هما هنا مش بيصفوها كويس، وبالتالي لما بتيجي تستخدميها بتلاقيها خدت وقت طويل قوي في السوى علشان تتحول لسمنه، لانها بيبقى فيها شويه لبن ما صفاش الشرش ده. طبعا الشرش ده او الخض دوت اللي نزل ده احنا مش هنستغنى عنه ابدا. حوشيه في اكياس واستخدمي منه احلى الوصفات، ودخليه في احلى المعجنات، بيبقى طعمه تحفة بدل ما تستخدمي اللبن العادي. وبقى معانا احسن سمنة بلدي عملناها في البيت بطريقة مضمونة ونظيفة، انت اللي عاملاها في البيت. طيب لو هتشتريها من بره، طب انا هعرف اذا كان السمنة دي كويسة ولا لا؟ يا اما تشتريها من حد مضمون انت بتتعاملي معاه، يا اما لو شريتيها من حد اول مره تتعاملي معاه وخدت وقت طويل في السوا على النار، لا يبقى ما تشتريش منه. لو خست كمان او نقصت كتير يبقى ما تشتريش منه تاني. وادي مراحل تسوية السمنة دي. اول ما ساحت خالص طبعا انا بخلي النار يعني هادية جدا زي الشمعة. كانت والدتي دايما الله يرحمها كانت دايما تقول لي كده. وكده السمنة معانا بدأت تسيح جزء في جزء، بدأت تستوي. طبعا السمنة هنا ما خدتش معايا اكتر من نص ساعة، وكانت مدياني احلى سمنة بلدي ممكن تعمليها في البيت.
طعم وريحة ونظافة وحاجة انت ضمناها ومتأكدة ان هي سمنة بلدي 100%. اهم حاجة لما تشتري اللبن، تشتري اللبن الجاموسي الدسم، تكون حد انت عارفاه وواثقة كويس قوي ان اللبن عنده دسم وحلو. ايه رأيكم بقى؟ مش قلتلكم النهاردة وصفة النهاردة هتعجبكم ووصفة ببلاش؟ انا السمنة دي الحمد لله عملت سمنة بدون ما ادفع فيها جنيه. القشطة دي انا بحوش فيها من فترة، ممكن 3-4 شهور، بس بصراحة بتغنيني عن اي سمنة بلدي اشتريها من بره. وفرت على نفسي كتير، وفي نفس الوقت ما اشتريتش، وفي نفس الوقت عملت حاجة مضمونة ونضيفة وانا ضمناها. بعد ما السمنة بتتقدح كويس جدا هبدأ اسيبها تبرد شوية، وبستخدم برطمان زجاج او اي علبة بلاستيك بس تكون كويسة، يعني تحتفظ بالحاجات السخنة. لازم تكون نظيفة وما فيهاش اي نقطة مية علشان ما تأثرش على السمنة وتخليها مش حلوة. ولازم اصفيها زي ما احنا ما شفنا. وزي ما شفنا كمية القشطة اللي عندي عملت لي حوالي 1.5 كيلو من السمنة البلدي، حاجة مضمونة ونضيفة وعمايل ايدينا. ومعانا احلى مرتة تعمليها وتاكليها وبألف هنا، تعمليها بالبيض او تاكليها كده بالعيش. ولو معايا لحد دلوقتي ما تنسينيش بقى يا قمر في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.